الرب واحد، والدين واحد، والشعب واحد، والملك واحد، وكلنا فداك يا سلمان. إن أجل راتب في أول الشهر ولا آخره، اللهم لك الحمد. إنه كثير وإنه قليل، اللهم لك الحمد. دام احنا في أمن وأمان وفي رخاء. واسمعوني، خلونا من الشخابيط واللخابيط هذه والكتابات والتريقات اللي في الجوالات واحمدوا الله على هذه النعمة. تدرسون بلاش وتعالجون بلاش. آباءنا واجدادنا يشتغلون ويفعلون ويتركون، لكن احمدوا الله ضمان وتقاعد وحافز وكل شيء. وهذا قولوا الحمد لله. لا تفرحون العدو علينا، عدو داخلي وعدو خارجي، وقادتنا له النظرة، عينهم على الحد وعينهم في الداخل. هذا كله ليش؟ لأجل إيش؟ لأجل تكون في راحة وفي أمان، وجنودنا على الحد. وكم صاروخ يردون بهذه التكلفة بهذه الأموال؟ أنتم ما تدرون، تأكلون وتشربون بس، والله تأكلون وتشربون وما تدرون إيش اللي يصير وإيش وإيش وإيش. وقادتنا الله يحفظهم، عيونهم على الحد وعيونهم في الداخل. وقادتنا يضحون لأجلكم يا الشعب. نعم لأجلكم، لأجل الأمن والأمان، لأجل راحتكم. أسأل الله أن يحفظهم ويحفظ هذه الأرض. والله كم واحد يتمنى أنه يعيش في هذه الأرض. ولا هذا اللي المهايطين يا أهل السمنة والعسل، واللي مذهب الناقة، واللي يغسل بدهن عود، واللي يصور قروش، يصور مدري ايش. فهذا المكان والله لا بيغسلون لك لا بسمن ولا بدهن عود. فهذا المكان مهبنك مثل ما هم مهبين الفقير. واقول الحمد لله لا يسخط ربي علينا بسببكم. احمدوا الله على هذه النعم اللي انتم فيها. وانا اقول لكم يلي تقولون الرواتب والرواتب والرواتب وما ادري ايش وزيادات، لا تنظر للمستقبل، فيمكن انك تموت بكره ويهبونك في هذه الحفره. أزم عليك لسانك واحمد الله، قد كتب الله رزقك وأجلك. يا حاسد يقول لك جدك علي يموت، وضحوا لأجل هذا الوطن، وخلوكم يد وحدة ولا تفرحون العدو عليكم. الحمد لله، كل واحد مكتوب له رزقه ومكتوب له أجله. قولوا الحمد لله. احنا في بلاد قد حباها الله، في أمن وأمان ورخاء، أنتم محسودين عليها. الحمد لله ماشيين على الكتاب والسنة. الله يخلي علماءنا وقادتنا. دامك سمعت هذا المقطع خلى غيرك يسمع ويحمد الله على النعم، ويكونون يد وحدة ولا يفرحون العدو علينا. الحمد لله مرتاحين وعايشين، انه بالكثير وانه بالقليل. اللهم لك الحمد. وعشت يا سلمان، عشت.